الاهلي بقى ملطشه. الاهلي جه عليه الوقت انه يبقى ملطشه. واي فرقه، اي فرقه ترتيبها ال 16 ال 17 ال 18 تلعب عليه كوره وتسجل في جول. الاهلي المركز دلوقتي الثالث برصيد 40 نقطه. طلائع الجيش دوت في مجموعه الهبوط. طلائع الجيش دوت الاسماعيلي اللي بيهبط، اللي هيلعبوا مع اللي هيلعبوا في مجموعه القنال م- السنه الجايه، كسبان الفرقه ديت 1-0. انت متخيل انت وصلت لفين؟ انت اي فرقه بتلعبك بتلعب عليك كوره، اي فرقه بتسجل فيك جون. لا دفاع ولا هجوم، ولا نص ملعب ولا نص ملعب هجومي، وشويه بهوات اخرهم السهرات والاعلانات والخيام الرمضانيه. دول هو ده اللي فالحين. ده هو ده اللي فالحين فيه. لكن لعب كوره مفيش لعب كوره، لكن روح مفيش روح. اخر حاجه بيفكروا فيها الكوره. والحق عليك يا خطيب، ارحل يا خطيب. يلا على الماتش. لو وصلت معايا هنا اشتركوا وفعلوا الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. الأهلي خسر النهاردة 2-1 من طلائع الجيش في مباراة زي اللي فات. زي اللي فات كنت بتكسب والدنيا ماشية. كنت بتكسب والدنيا ماشية وعادي ويلا. أصل دي ماتشات تجميع نقط يا إسلام. أصل دي ماتشات تكسب ولا تلعب. أصل إحنا دلوقتي مش مشكلة الأداء، أهم حاجة البطولة. أهو لا بقى في أداء ولا في بطولة. وبعدت عن الزمالك وبيراميدز كسب النهاردة. مبروك يا أهلي. مبروك يا كابتن خطيب. الصفقات الحلوة بتاعت الكيد اللي انت عملتها. مبروك المدرب الكفتة. كفتة ايه؟ تلاجة مية ساعة واقفة. تلاجة مية ساعة واقفة على الخط. تلاجة المية الساعة هيبقى ليها فايدة عنه، هتبرد لك شوية مية تطري على قلبك بيها وانت صايم. صفقات مضروبة وملايين بتترمي في الأرض. عارف المدرب اللي قدامك دوت؟ عارف المدرب يستروب ده؟ عارف الشرط الجزائي بتاعه كام؟ ده صفحة تاجيكانو اللي منزلاها. 3 مليون دولار. التلاجة دي، الفلاح الدنماركي ده، الشرط الجزائي في عقده 3 مليون دولار. قسما بالله عماد النحاس بيلعب كرة عنه. قسما بالله حسام البدري بيعمل كرة عنه. قسما بالله علي ماهر بيعمل كرة عنه. ده ما بيعملش حاجة خالص. ولا كوتش ولا مدرب ولا تطوير ولا أداء ولا لعيبة ولا حد فاهم هو عايز إيه ولا حد فاهم الأهلي معاه رايح لفين. مش تقدر طبعا تمشيه. أصل في عقده الشرط الجزائي 3 مليون دولار. 3 مليون دولار في الفلاح الدنماركي ده. عارف ليه 3 مليون دولار؟ لأن هو بياخد في السنة 3 مليون دولار. يعني الشرط الجزائي في عقده سنة كاملة. سنة كاملة يا مؤمن. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم إدارة. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم مجلس. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم سيد عبد الحفيظ والناس اللي استبشرت فيك خير. انت قاعد بتعمل ايه؟ انت فين يا كابتن سيد؟ انت بتعمل ايه؟ انت موجود في المجلس بتعمل ايه؟ ده الدنيا كلها الاهلاويه كلهم كانوا بيطالبوا انك انت ترجع تاني تدخل جوه النادي الاهلي علشان خاطر تعدل الميله وعشان تفوق النجوم واللعيبه دي. وليد صلاح الدين بيعمل ايه؟ شوية مليونيرات ماشية في الأرض، ولا بتلعب كورة ولا بتلعب بروح ولا فنيات ولا مدرب ولا زفت. الناس قرفت. تشكيل لا لا لا. في حراسة المرمى محمد الشناوي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، هادي رياض، يوسف بالعمري، مروان عطية، إليو ديانج، إمام عاشور، محمود تريزيجيه، أشرف بن شرقي، وتاكا. دي التشكيلة. كل دول قيمتهم التسويقية معدية. قيمة الأهلي التسويقية قد القيمة التسويقية لنادي الزمالك مرتين وشوية. ده مرتين وشوية. يعني الزمالك ما يعرفش 18 ولا 17، والاهلي 40 وشويه، وبيخسر من طلائع الجيش. ابتدى الماتش في الدقيقه 2. بن شرقي قطع الكوره من نص الملعب، وكان في اخطاء دفاعيه كتيره، وخصوصا في بدايه الماتش وبدايه الشوط الثاني تقدر تسجل منها عادي جدا. بقول لك الفرقه دي الاسماعيلي اللي بيخبط كسبانها. دقيقه 2 سبرنت البن شرقي بيلعبها بينيه لتريزيجيه بيشوطها على الارض. بصرف النظر ان الارض اصلا تعبانه والملعب غيط، ملعب مقرف. معرفش ده ازاي بيتلعب في دوري ممتاز. ملعب غيط. غيط الكرة بتتبسط بتتنطط كده. ملعب غيط وتعبان ومقرف. ملعب يوجع العين ويوجع البطن، مش هقول لك يوجع الرجل ولا ما يتلعبش عليه كوره. مجرد شفت النجيله بالمنظر ده توجع العين. شوطه طبعا هو شاط الارض تقريبا فمسكها الجون. دقيقه 3 كورنر لطلائع الجيش تتشاط. يردها الراجل اللي قرع المدافع بتاعهم دوت ليه محمد عاطف. بيلعب بالكعب ومروان عطيه ماسكه جوه منطقه الجزاء. شفت الحلاوه؟
شفت لعيبه الاهلي، شفت المليونيرات اللي عايزين يعدلوا عقودهم. محمد عاطف واقف على الخط قدام الشناوي وقدام مروان عطيه، بيلعب الكره بالكعب، بيدخل في الاهلي جون بالكعب. احيه، مش عايز اقول التاني. 1-0. دقيقه 5، تاكا بيقطع من الحارس بدل ما يحطها جون بيلعبها عرضيه، ويا ريتها حتى عرضيه حلوه. عرضيه عماله تتنطط كده لغايه ما الدفاع شالها. الارض وحشه. انا عارف الحجه اللي هتطلع بعد الماتش، بس الارض وحشه. الارض وحشه، كنت عايزين الجمهور. الجمهور حاضر. عملتوا ايه مع الجمهور؟ فرحتوا الناس اللي قدرتكم وجات لكم؟ لا، خليتوا الناس تروح زعلانه. منكم لله في الايام المفترجه دي، ومنكم لله كمجلس اداره قبل ما يكون منكم لله كلعيبه. لان اللي جاب اللعيبه هو مجلس الاداره، واللي جاب المدرب الكحيان ده هو مجلس الاداره برضه. عشان كده مجلس الاداره ده يمشي وياخد في ايده اللعيبه والمدير الفني، والاهلي يلعب بالناشئين اكرم له. دقيقه 15، عرضيه من الجيش، بتاع شوطه في السماء. عندهم لعيبه يا جماعه اسمه اجورو، والله العظيم ثلاثه احلى من كاموتش. جايبوا توجولي من توجو، طلع الجيش جايبه ب 2 جنيه وربع، وبيديله بقيه فلوسه وجبات. يعني تحس ان هو جاي طلائع الجيش ده عشان ما يخشش تجنيد عنده في بلده هناك. ما ينفعش يخش في بلدين جيش. ايه القرف ده؟ كاموتش ما بيخشش قايمه اصلا. امال انت جايبه ليه؟ امال انت جايبه ازاي؟ امال انت جايبه على اساس ايه؟ اتكلمنا كتير، حاجه مقرفه. ده 18، عرضيه خطيره بيطلعها دفاع الجيش. ده 19، غلط تاني من دفاع الجيش، الكره تروح لتريزيجيه، شوطها زي الزفت، وحشه جدا. كان انفراد، كان انفراد، شوط وحشه جدا. دي 21، الكره تلعب لتريزيجيه جوه منطقه الجزاء، برضه يتاخر ويطلعها من قدامه الدفاع. تلعب كوره من بن شرقي لامام لبينيه لبن شرقي، يلعبها بالعرض تعدي من الكل لياسر ابراهيم، يدخل بيها جون التعادل. دي 24، عرضيه قلت فوق يعني بعد قبل الدقيقه 24، لان المفروض الاهلي بقى دلوقتي يفوق بقى. انت اتعادلت بقى ودخل فيك جون، المفروض يفوقك. ودفاع الجيش ملط، نص ملعبه ملطين. اضغط بقى ودوس وروح جيب الجون التاني والتالت وخلص ماتشك. لا ازاي؟ لا ازاي ترجع لنفس المرقعه تاني؟ دي 24، عرضيه للجيش من اجور الافريقي اللي حجز بجسمه. والله العظيم ما في مهاجم في الاهلي بيحجز بجسمه. والله العظيم ما في مهاجم في الاهلي بيحجز بجسمه. ده اصلا جايبين كاموتش ده مهاجم فلات. عارف انت البت الفلات؟ ده مهاجم فلات، ولا صدر ولا طول ولا عرض ولا ورك ولا سمانه ولا زفت. حجز الراجل اجورو دوت جوه منطقه الجزاء، وعرضها لمحمد عاطف اللي شاطها وطلعها على الشناوي، ومحمد عاطف كان هيجيب الجون التاني. ده 33، بن شرقي بيعدي في واحده ويعرضها لامام عاشور اللي بيشوطها في بيشوط الهوا. هو ما شاطهاش، هو شاط الهوا. الكره عدت من بين رجله. عارف انت الاصوات الكوميديه اللي بتطلع كده ويو كده؟ عدت من بين رجله، شاط الهوا بشماله. طب ما تستلم يا عم وتشوف، ده انت وشك للجون ده كان على حدود المنطقه. دقيقه 38، شوطه تانية من اجورو دوت جت فوق المرمى، ويخلص الشوط الاولاني 1-1. شوط كل حاجه فيه مقرفه ما عدا اداء طلائع الجيش. مبدئيا كده ملعب زي ده المفروض ازاي يتلعب عليه ماتش دوري ممتاز؟ استاد الكليه الحربيه من الاستادات القديمه اللي طلع المنظر ده المفروض يتحاسب يا جدعان. ولا انتوا بس بتحاسبوا الناس اللي اعتبروا تحرش يا عم ولا حاجه وحاسبوه. اللي خلى الملعب بالشكل ده او اللي وافق انه يوصل للحاله ديت المفروض يتحاسب ويتشال من مكانه. ده مش اهل ان هو يكون في المكان ده. مصر مليانه استادات ومليانه بنيه تحتيه، ما حبكتش الاستاد ده. يخلص الشوط الاولاني 1-1. مكسب طبعا لطلائع الجيش، ومكسب للزمالك، ومكسب لبيراميدز، والخسران الوحيد هو الاهلي وجمهوره. وحاجه تنقط وحاجه تعل. وحتى الجمهور اللي حاضر حتى ما بيفوقش الفرقه غير في الاخر. يبدا الشوط الثاني. ده 53، بان طلائع الجيش تتلعب العرض برضه يشوطها اجور ويشيلها الشناوي. دقيقة 61، عرضية تاني للجيش تترد تاني بعرضية لأجورو برضه يشوطها ويشيلها الدفاع. وتعالى يحطها لاعب طلائع الجيش التاني اسمه أبو زياد، يحطها بدماغه يدخل الجون التاني. هتقول لي يا إسلام طب ما الجيش دوت المفروض إن هو بيدافع. أه يا عم بيدافع، اسمها طريقة لعب. أنت طريقة لعبك إيه؟
انت بتدافع ولا فاتح الملعب ولا بتضغط عالي ولا بتضغط متوسط ولا بتلعب بأنهي خطه؟ حد عارف خطه الاهلي بيلعب بيها ايه؟ حد عارف طريقه لعبه ايه؟ حد عارف التكتيك ايه؟ هم في كوره بيلعبوا عليها، هم بيلعبوا على محمد عاطف واجوره. انت بقى بتلعب على مين؟ عندك زيزو وبن شرقي وتريزيجيه واحمد شريف وامام عاشور، عندك كل اللعيبه دي في الملعب ومش عارف تعمل هجمه، مش عارف يكون ليك شكل، وتريزيجيه ومش عارف تعمل هجمه ولا عارف يبقى ليك شكل. ايه القرف ده يا جدعان؟ ده يا جدعان ايه المنظر اللي وجع البطن ده يا جدعان؟ ده الواحد صايم حتى في ايام مفترجه. النتيجه بقت 2-1. دقيقه 66 بينزل زيزو، بينزل بن شرقي على اساس ان هم يعدلوا الميله بقى. ده زيزو بتاع الزمالك، زيزو الحلو الجميل اللي اتقلب عليه الدنيا، اللي بياخد 160 مليون. ده بن شرقي، ده بن شرقي اللي انت خطفته من قلب 100 عقبه، الحلو الجميل ابو شعر على جنب المسبسب. بس هو الامانه يعني بن شرقي عمل ماتش كويس للامانه، يعني عشان مش الواحد مش عايز يظلم حد. دقيقه 67 هجمه للاهلي من ناحيه اليمين، زيزو لبن شرقي، اللي زيزو شوطه وحشه جدا بيشيلها الجون، شوطه وحشه جدا، ولا في زاويه ولا في نيله ولا قويه ولا زفت. دقيقه 79 عرضيه للاهلي بيطلعها الدفاع يشوطها امامه ويشيلها حارس الجيش. دقيقه 79 عرضيه لزيزو، تريزيجيه من وشه لكتفه، زيزو عمل عرضيه كويسه، تريزيجيه اطلع اركب بقى وحط دماغك. لا هو النط ضربها في كتفه، هو ما حطهاش في الارض، ما حطهاش مستقيمه، لا هو شاطها من كتفه لرجله كده. فلكن انت من انا سمعت طرقعه قفايا دلوقتي، حسيت بطرقعه قفا تريزيجيه وقتها. دقيقه 87 بينيه، شوف من دقيقه 79 لدقيقه 87. انا طبعا ايه بقى بقيه الماتش مفيش هجمات، لا في هجمات من الاهلي مش بس الكوره، ماسك كوره بس عرضيات 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 عرضيات، وبعدين عرضيات 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 عرضيات، وبعدين عرضيات 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 عرضيات، وبعدين عرضيات 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 لمين؟ مفيش حد. في مهاجم مفيش حد، في حد يحط بدماغه مفيش حد. طب في امل؟ مفيش حد. امل في الله. ده 87 بينيه لتريزيجيه بيشوطها بشماله، كانت متطرفه على ناحيه الشمال، شاطها وطلعها على الجيش، كانت الزاويه ضيقه. كورنر، طلعت الكوره كورنر، يلعبها زيزو، شيلها الدفاع، تنزل على عند تريزيجيه كده، بيعملها باك ورك فرخه مشويه. كان تقريبا زيزو جعان ولا حاجه، الكوره راحت في داهيه، ريحت وسط ريحت. دقيقه 91 جمهور الاهلي اكتشف ان عنده فرقه بتنافس على بطوله الدوري. دقيقه 91 من 6 دقايق وقت ضايع، يعني 91 دقيقة أنت مش عامل، 90 دقيقة أنت مش موجود، 80 دقيقة أنت مش موجود، وجاي في آخر كام دقيقة بتقول لك العب بقى يا عم، خلي عندك دم، يا عم خلي عندك دم أنت، يا عم خلي عندك دم أنت رايح تحتفل وتتنطط وتتهيص وتعمل فلوج وشكرا. مش بتكلم على كل الناس يا عم، الناس اللي راحت على دماغي، بس الناس اللي راحت بالمنظر دوت ناس راحت عشان تقضي وقت، مش ناس راحت عشان تشجع الاهلي عشان يكسب ويكمل منافسه على البطوله. جمهور مناسبات وربنا يا جماعه، والله جمهور مناسبات. ده 96 اخر هجمه في الماتش، باص في العمق مش عرضيه، تعلى وباك ورك فرخه تاني، باك ورك مش باك ورد، باك ورك فرخه مشويه حلوه، عشان الرجاله اللي قاعدين تقريبا ما فطروش كويس، تيجي في رجل المدافعين والف هنا. والاهلي كل عيش ونسي اللي حصل من الجيش. وانا هنا بصراحه يعني اخر حاجه انا عايز اتكلم فيها قبل ما اخش على التقييمات، هي الكلمه اللي قالها احمد اسامه المذيع بتاع قناه الاهلي: اديني نص حظ الزمالك وانا احتل العالم. اديك خدت حظ الزمالك وخدت لعيبه الزمالك، والزمالك هو الاول وانت اللي تالت، شكلك هتلعب كونفدراليه السنه دي. خش على التقييمات. اول حاجه عشان اقيم لازم اقيم المدير الفني، هو الاهلي ما كانش فيه مدير فني النهارده، فيستروب بالنسبه لي ده واحد كده جاي يضيف في بلدك ياكل عيش وشكرا. يستروب تقييمي ليه تلاجة ميه ساقعه عشان الصيام بس والكلام ده كله. محمد الشناوي، يا عم امشي بقى، يا عم امشي بقى. محمد هاني، روح مع اخوك الشناوي. ياسر ابراهيم، هو افضل لاعب في الاهلي الماتش ده. هادي رياض 2 من 10. يوسف بالعمري عمل شغل كويس 4 من 10. مروان عطيه تعبان يا جدعان، تعبان وعايز يرتاح 5 من 10. اليو ديانج 0 من 10. امام عاشور 0 من 10. تريزيجيه 2 من 10 عشان الجون، 2 من 10 بس عشان الجون. اشرف بن شرقي 2 من 10 كان بيتحرك. مروان عثمان مش مهاجم من 10. نزل حسين الشحات 0 من 10.
محمد شريف 0/10. زيزو 0/10. لو انت شايف حاجه تانية غير اللي انت يعني غير اللي انا بقول لك عليها دي قول لي. لو انت عندك تقييمات تانية احسن من كده قول لي. لو انت شفت في الاهلي اداء وروح ولعيب كسر الدنيا وفرقه راحت وضيعت هجمات قول لي. لو انت شفت حاجه غير العرضيات في عرضيات في عرضيات في عرضيات في عرضيات قول لي. على عيني وراسي، انا والله برحب بكل الاراء. عندك التعليقات اهيت. شرفتني ونورتني. لو وصلت معايا للاخر اعمل اشتراك وفعل الجرس. شكرا لكم. السلام عليكم.